السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم؟ إيش الأخبار؟ إن شاء الله تكونوا كلكم بخير. اليوم حبيت أشارك معكم يومنا 9 من رمضان. اليوم صراحة ما اشتغلت شيء مالح، ما سويت فطار، ما سويت شيء، أختي بتسويهم. ففكرت بيني وبين نفسي إيش أسوي. صراحة يعني ما كان معي وقت كثير إني أسوي حلا يكون صعب أو يكون في طبقات ويدخل ثلاجة، فهمتوا؟ فقلت أسوي أسهل حلا. طبعا أسهل حلا عندنا اللي هو حلا البف باستري. طبعا هو في حلويات ثانية سهلة، بس البف باستري يعني بالنسبة لي يعني سريع وجاهز قدامي، يعني ما يحتاج. طبعا أنا الخطة كانت إني أسوي بف باستري بالشوكولاتة، لكن جيت بعد ما صحيت أنا نسيت لا أسأل من الليل إنه في شوكولاتة أو لا. أنا كنت أذكر قبل رمضان كانت في علبة شوكولاتة، هذه علبة شوكولاتة تبعت التوست، وهذا اللي شوكولاتة الدهن. فجيت أدورها على أساس إنه خلاص أنا مخططة إنه أسوي بف باستري بالشوكولاتة، ما أبغى بالجبنة أو بالقشطة، أبغاها بالشوكولاتة، وراح أزينها من فوق بالشوكولاتة. دورت ما لقيت. شكله في أحد يعني يعني يا أنه آكلها، بس ما أتوقع، لا كانت يعني حجمها من الكبير، فأتوقع إنه في أحد معطيها يحسبنا إنه إحنا ما إحنا محتاجينها. فلأنه مو أنا اللي رتبت المطبخ قبل رمضان، فعشان كذا فيبدو إنه الشخص اللي رتب المطبخ هو اللي طلع الأغراض وفرزها وأعطى منها. المهم ما علينا. فقلت خلاص ما في شوكولاتة وما معي وقت إني أطلب علبة شوكولاتة عبال ما توصلني وهذا، فقلت خلاص فتح الثلاجة وشوف إيش حشوة جاهزة قدامي راح أحشي فيها وخلاص. فلقيت في قشطة اللي أنا سويتها حقة القطايف، بس الكمية صراحة قليلة وما تكفي، فما أبغى أسوي حبتين قشطة والباقي ما فيه. فقلت خلاص كلها أسويها جبنة. فجبت القطع البف باستري، قصيتها زي ما انتم شفتوا بالعرض، صار عندي كل مربع معطتني مثلثتين. في هنا انه ممكن تسوونها أصابع، يعني على طول المستطيلة تلفونها تصير معكم أصابع البف باستري بالجبنة. طبعا هي بس تتغير الأشكال، الطعم بالأخير هو نفسه. فقلت لا، إنه مثلثات أسهل لي، وعلى طول في القالب وخلاص انتهينا. طبعا هذا الغلطة غلطتي، لأنه مفروض إني مثلا مجهزة أفكاري من الليل وعارفة أنا إيش بسوي بكرة، ما ينفع إنه أصحى من النوم بعدين يلا أفكر. المهم سويت كم حبة والباقي كملتها يعني سكرت الكاميرا وكملتها بعد ما قفلت الكاميرا، لأن صراحة ما يعني الخطوة بس إنه كيف الواحد يقفلها إذا ما يعني حاب يشوف كيف تتقفل. بالنسبة للشوكولاتة البف باستري بالشوكولاتة تطلع ألذ، بس إنها الثقيلة يعني. بالجبنة أو بالقشطة أخف. التسقاية ممكن تسقونها بشيرة عادية، بس ما راح تطلع حلوة. أحس إنه البف باستري مو زي الجلاش اللي يسوون مثلثات الجلاش أو الوربات. صدق تحتاج السيرب، لكن البف باستري ألذ حاجة، يا أنكم من فوق تحطون عليها كراميل أو صوص كراميل أو صوص الشوكولاتة، أو الحليب المركز المحلى، الحليب المكثف المحلى، تحطونها تزينونها بالوجه. إنه لأن كل هذه الصوصات ثقيلة وما تشربها البف باستري بسرعة، خصوصا إني أنا أحط بارد على بارد، الصوص بارد والمثلثات البف أكون حطتها في الثلاجة. زي ما انتم شايفين هنا أنا عبيت الصينية ودخلتها على الفرن، على أنا فرني كهربائي حطيتها 250، ونزلت شبك الفرن على
أنزل شيء عشان تتحمر معي من تحت. يهمني من تحت، من فوق لو تلاحظون ما حمرتها مرة، ممكن تحمرونها زيادة، لكن أنا أفضل هذه الدرجة لأني بسقيها بكراميل وبسقيها بحليب مكثف، فراح تاخذ لون من الكراميل، فأتوقع أن هذه الكمية كافية. طبعا هذا الحلا أنا سبق وشاركته، كنت أبغى أشاركه بطريقة ثانية اليوم بس للأسف يعني ما لقيت الشوكولاتة. خلصت الحلا، ما عاد بقى عندي شغل، قلت أستغل الفترة هذه اللي قبل المغرب شوي نلعب مع القطاوة زي ما قلت لكم. صرنا نخصص لها وقت، فعشان بس ما يضيقون ما يطفشون، فصرت أخصص لهم يعني 5 دقايق 10 دقايق نلعب معهم بالسنارة، نلعب معهم شوي، ممكن نعطيهم مكافآت، فهمتوا؟ لأنهم مساكين برمضان يقضون فترة طويلة يكونون لوحدهم، فعشان كذا نحاول نعبي لهم الوقت هذا ولو إنه شيء بسيط. بس عندنا فترة اللي هو قبل الإفطار وفترة اللي قبل السحور 3 ساعات أو ساعتين اللي قبل السحور، فهذه كلها لعب معهم. طبعا للأسف لاحظوا بيوتي وراه وتايجر مو ذاك الزود، أحس إنه ما يبغون يلعبون، عشان كذا أنا أحاول كل يوم، إذا مو أنا أختي، لأن أنا لاحظت فيهم جايهم كسل، وهذا الكسل بادرة مو كويسة للقطو، ممكن يكون القطو بادي يدخل اكتئاب. فيعني هذا اللي أنا أحسه. ليش؟ شلون الواحد يعرف؟ من يبدأ القطو يبعد عنك، ما عاد يألفك زي أول، ما في نشاط، إذا أنت داخل البيت ما يفرح فيك، ما يرفع ذيله كذا، هنا تحس إنه خلاص القطو تعود على البعد، وهذا شيء مو كويس. ممكن تكون هذه بدايته، بعدين القطو يعني عرفتوا ينطوي على نفسه، ينزوي على نفسه. المهم يعني أنا صراحة نحاول قد ما نقدر إنه نرفه عنهم. المشكلة إنهم مو بأليفين، يعني الواحد يقدر مثلا ياخذهم معاه، الوحيدة يمكن أمهم هي اللي أليفة، إنه ممكن يعني أي بيت تروحها عادي، هم لا، هم يقدرون يظلون يتخبون وخايفين، يعني بصراحة ما راح يرتاحون، فطلعتهم من البيت ما منها فايدة. مفتوح لهم الباب، مفتوح لهم الباب السوري اللي تحت، يروحون يشوفون الحمام، يروحون عرفتوا، يروحون يجون. وبرضه الأدراج كلها مفتوحة لهم، السطح بس الأبواب مسكرة، الأبواب الخارجية عشان بس ما يدخل عليهم قطو من برا، حتى باب السطح مقفل، بس إنه المنطقة اللي قدام باب السطح والدرج نفسه إلين الدرج التحتاني كله مفتوح، عشان إذا بيروحون يجلسون هناك، يجلسون جوا البيت، ياخذون راحتهم وما يحسون بالضيقة، ما يحسون إن المكان يعني مسكر عليهم. لكن باب السور الخارجي اللي يطلع على باب الشارع، هذا ما أفتحه إلا لما أكون أنا موجودة، عشان بس ما يطب عليهم قطو، ما يطب عليهم، يعني تعرفون قطاوة الشارع يعني تكون شرسة شوي، مو نفس قطو البيت، ما يعرفون اللي عندي، ما يعرفون يدافعون عن أنفسهم، دلوعين من الآخر. طبعا بدأ شوي يلعب معاي تايجر. المهم خلاص كذا خلصنا وجاء فطورنا زي ما انتم شايفين تقريبا نفس كل يوم، فطائر دجاج، بيتزا، سبرينج رول، سمبوسة، كروسان جبنة، بف بف حشوة هندية بطاطس، وهناك الباستا. كذا حبايبي نكون خلصنا فيديونا لهذا اليوم. أنا أشوفكم فيديو ثاني ويوم جديد، مع ألف سلامة، مع السلامة.